سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفه جديده. وصفتنا لنهار اليوم كاطو طبقات. هي حلوه قديمه، حبيت نفكركم فيها. حلوه سهله تتحضر في دقائق، وفي نفس الوقت تقطع كميه كبيره. بلا ما نطول عليكم، ندوزو مع بعض المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، انا هنايا درت ب 125 غرام دو مارغرين. استعملت معاها نص كاس سكر، هذا ليكيفالون تاع كاس، ونص كاس عسل. راح نحتاج صفر بيضتين، فرينه حسب الحاجه وحسب نوعيه لافارين، وراح نحتاجو بيكربونات حوالي 5 غرامات، ولا مغرفه صغيره، مغرفه بتيت كويير كامل لا كافي دو بيكربونات. نتوما الا ضاعفتوا الكميه استعملوا 250 غرام مارغرين، يعني باش تقطع لكم كميه مليحه. بكاس سكر، الكاس تاع 220 مليلتر، وكاس عسل. بقيه المكونات باينين هنايا. درت كامل المكونات في كاسرونه. ناخذ كاسرونه ندير فيها هذيك لا مارغرين، هذاك العسل، ونضيف عليهم صفر بيضتين، ونحطهم كامل فوق النار. راح تشوفوا كيفاش الطريقه. فوالا، نضيف العسل هذاك. قلت لكم هادو ليكيفالون تاع كاس. عبرت بكاس وفرغت فيهم، وهما يعني قيسهم قيس الكاس. دونك درت كلش نص نص مع 125 غرام. هنايا نكسر البيض، نحتاجو غير الصفار، نريكوبيري الصفار، نحطو البياض كوتي. استعملوه لحاجه واحده اخرى، ديروا دي ميرينغ لولادكم ولا اي حاجه. مع الدخول المدرسي يولوا ملاح. هاد الوصفات اللي يسلكوا خفاف لهليهم باراليل، ولادكم راح يحبوهم. فوالا كيما راكم تشوفوا. ونحطهم فوق النار، ونبقى نحرك باش ما يطيبليش هذاك البيض، والنار تكون مهيله قليله كامل واش كاين حتى يذوبوا لي. وانا نبقى غير نحرك، ما نخلوش هذاك البيض يذوب يطيب، عفوا. وندوب هذيك الزبده وهذاك العسل، هذاك السكر، كلش كامل حتى يولي لي هكذا الخليط كيما راكم تشوفوا. نطفي عليه النار ونحطو دو كوتي حتى يدفالي. هنا راني نتاكد بلي ما بقى لي فيه حتى حاجه، جانس كلش وداب كلش كيما راكم تشوفوا. فوالا، بعد ما تفالي نجيب هكذايا جفنه، ولا نفرغ فيها، ولا فاش تخلطوا يعني الحلوه تاعكم طموها لويا ولا واش عندكم. نفرغ هكذايا هذاك الخليط. ونبقى نضيف الفرينه نقدروا نلحقوا حتى 3 كيسان. وشنو نروحوا لها بالعقل على حسب نوعيه تاع لافارين تاعكم. كاين اللي تشرب، كاين اللي ما تشربش. دونك انا بقيت نضيف بالعقل بالكاس ونشوف. درت كاس من بعد الثاني الثالث، ما كونسوميتوش كامل، قاعده نضم هكذا ما نعجنهاش. شوفوا كيما راكم تشوفوا بالطريقه، غير بصواباتيه بلا ما نعجنوها. ونضيف تدريجيا لافارين تاعي. شفتها هنايا بلي مازال، ضفت لها الكاس دوزيام كومبلي، ومن بعد التخوازيام قاعده نضيف غير بالعقل. فوالا، ما تعجنوهاش، غير بصوابعتيكم حتى تحصلوا على عجينه طريه رايحه كيما تاع الكروكي، كيما تاع الطابع هكذاك. ما تقصحوهاش بزاف. فرينه تكون مغربله بيان سور، وضفت عليها ديك بيكربونات. قلت لكم حوالي 5 غرامات ابوبري، مغرفه صغيره تاع قهوه، ولا راس مغرفه كي تكون شويه كبيره تاع بيكربونات. فوالا، ونطمها كامل. انا بقيت نزيد حتى نتحصل على عجينه. شوفوا القوام تاعها كاش تجي طريه. نشكلها هكا بودا باش نقدر نقسمها على 3. حاولوا تكونوا تكون متساويه، يعني كي قسمتوها تقسموها متساويه. وناخذ جزء منها ان تيير ونحلو. نجيب سنيوه. هنايا انا سنيوه نقلبها، نطيبها على ظهر سنيوه ماشي داخل سنيوه. كيما راكم تشوفوا، كيما راني نحلها فوق سنيوه نطيبها هكذا، ندخل سنيوه هكذا للفوق. نستعين بابي كويسون ولا نستعملوا لافارين كيما حبيتو. جو بريفير انا لو بابي باسكو يجيني سهل باش نحيها من سنيوه ونحطها
يعني نحطها بكوتي باش نطيب الاخرين. دونك انايا نفضل لو بابي سور ما تلصقليش، مي بصح ما عندكمش تقدروا دردروا شويه فرينه على ظهر السنيوه تاعكم. حلوها رقيقه نوعا ما ترققوش بزاف، ولا حبيتوا الحلوه تاعكم تجيكم فريمون خشينه خلوها خشينه. نوسيوها كنعملوها تقابي كامل بالفرشيطه وندخلوها الطيب الفوق يكون سخون. هنا شوفوا بعد ما طابت خدت تحميره شابه، خرجتها وهي سخونه هكذاك، حطيتها في تبيسي وهي سخونه ندهنها بمعجون تاع المشماش، ونبقى نكمل بقيه الطبقات بنفس الطريقه حتى نلحق للطبقه الاخرانيه. كيف طيبت لا دوزيام كوش زدت لها لا كونفيتور، نزيد نحط عليها لا تروازيام كوش. ما تواساوش الا تكسرت لكم سي نورمال، راح تجي طريه تكسر شويه، ما تتقلقوش وما تتحيروش. من بعد تكون ذوبت شوكولا هولي، ضفت لها بعد ما دابت ضفت لها 2 كويير سوب تاع الزيت وغطيت بها كامل الطبقه الاخرانيه. وكنت ذوبت شويه شوكولا بلون كيما راكم تشوفوا، درتها في هديه. تقدروا ديروا فيها في اون بوش ونديروا خطوط عشوائيه كتحبوها وديروها بالطول، تحبوا ديروها بالعرض. هذه لمسه اختياريه للتزيين، تقدروا تحبسوا هنا، تقدروا ما ديروش كامل الشوكولا، ديروا شويه معجون وهذوك الطرف تنحوهم بالموس وتسكرفتوهم كيما تحبوا. تقدروا ديروا الا كان عندكم دي زاموندي فيلي كاوكاوي فيلي كيما حبيتوا. هنايا خديت كوردون وهي هكذاك مازال ما نشفت لي الشوكولا، خديت كوردون قاعده ندير بهذه الطريقه خطوط هكذا، نروح ونولي باش نشكل هذا الشكل. يعني هذه للشكل برك فوالا، ونخلوها تنشف تماما وبعد نقسموها، تحبوا هكا دي لوزونج تحبوا دي كاري، ونقدموها مع الجو مع قهوه حليب مع لاتاي كيما تحبوا. ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى الوصفه تاعنا اليوم عجبتكم. في امان الله.